السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوف معكم أولا غنجرب معكم الخبز المدفونة اللي معروفين به الناس ديال الصحراء من بينهم الرشيدية والريصاني. فاجوا نشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. فنبداو على بركة الله. فأول حاجة غنحتاجوها بالنسبة للحشوية اللي غنوجدوها هي الأولى. عندنا شويه تقريبا 250 غرام ديال اللحم مقطع طريفات. غنحتاجو واحد البصيله، فلفله حتى هي الا بغيتو. غنحتاجو شويه ديال اللوز مقلي، شويه ديال الشحمه والبيض والربيع. اول حاجه خديت اللحم 250 غرام كما قلت لكم، قطعته اشكال مرسوات صغار باش دغيا يطيبوا ليا. شويه ديال الشحمه الا بغيتو، تقدروا تزيدوا حتى الكلوه حتى هي اولا الكبه اللي بغيتو. هنا الفلفله حتى هي الا بغيتو تزيدوها هي هذيك، ما بغيتو تزيدوها اللي بغيتو. يعني بالنسبه للحشوه كنعطيكم غير الاساسي وانتم تفنوا فيها كما بغيتو. بالنسبه للبصله شي قطعتها طريفات صغار، من الاحسن تكون خضاريه لحقاش كتعطي واحد المذاق بنين. عندي هنا قزبر ومعدنوس، وهنا عندي جوج بيضات مسلوقين واللوز مقلي. هادو غنخليهم على جنب تنعاودو نرجعوا ليهم. دابا نخليونا غير في هادشي اللي حطيت في البول هو الاول. بالنسبه للقوام غنحتاجو شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، ماشي شويه، غنكثروا شويه القوام لحقاش كتبغي شويه العطريه، التحميره والبصار. هادو هما المكونات الاساسيه اولا العطريه الاساسيه فهاد الوصفه. وانا هنا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال اللقامه ديال الصحراو. بزاف الناس كيسولوني زعما شنو كديري فيهم. دابا نشارك معكم شي فيديو ونشرحها لكم ونقول لكم كلشي لحقاش فيها بزاف ديال العطريه. المهم هنا خديت هادشي كامل غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان باش ندخل ديك الإقامة في بعضياتها. ما كنديروش الزيت بحكم اصلا الشحمه كتثق داك الزيت. وحاجه اخرى بالنسبه للخضره اللي غديروا، من الاحسن تكون مسقطره مزيان باش ما تطلقش لنا الماء. صافي كنوليو نشدو هادشي، كنغطيوه مزيان وكنخليوه تقريبا واحد الساعه ساعتين حتى 3 سوايع ماشي مشكل في الثلاجه، باش ديك الإقامة تشرب مع بعضياتها وندوزو نحضروا العجينه. فاول حاجه غنحتاجوها بالنسبه للعجينه غنحتاجو القمح سبيسيال. غنديرو تقريبا واحد 2 كيسان اولا زلافه هكاك. المهم اهم حاجه تكون الكميه ديال الدقيق ديال القمح نديرو النصف ديالها ديال الفورص. انا بالنسبه للكميه غندير تقريبا اللي غيقدني في خبزه، يعني خبزه وحده ما غنفوتهاش. هنا خديت كاس واحد ديال الفورص. غنديرو شويه ديال الملحه وغنديرو شويه ديال الخميره المعجونه وغنجمعو كلشي بالماء دافي. يعني الطريقه العاديه ديالنا ديال العجينه ما كتختلف حتى شي حاجه. كاينين الناس اللي كيبغيو يعجنوها غير بالقمح بوحدو، انت صراحه كنفضل نخلطهم بجوج. صافي اول حاجه غنديرو هي هاد العجينه هادي غنعطيوها خاطرها وغنعطيوها حقها وغنعجنوها مزيان كما قلت لكم حتى كتولي بحال العجينه ديال الخبز عادي. انا كنخليها شويه مرخوفه غير باش كتجيني ساهله. صافي غنغطيوها ونخليوها حتى هي تخمر تقريبا واحد ربع ساعه، من بين ما تضاعف ليها ضعف الحجم ديال العجينه ونرجعوا ليها. نغطيوها مزيان ونخليوها في شي بلاصه دافيه. تقريبا العجينه راه مكتاخدش لينا بزاف ديال الوقت، ربع ساعه وصافي وحنا وجدناها. صافي من بعد ما غتخمر العجينه غناخدوهم نحطوها في شويه ديال القمح باش نبداو نقرصوها. وفي القسمه غناخدو تقريبا العجينه غنديرو كره شويه كبيره وكره صغير منها شويه وحده. غنخليوها شويه كبيره حقاش هي اللي غتغطي لينا العجينه وهي اللي غنديروها لتحت. انا عندي شويه كبيره والاخرى اللي صغيره هي اللي غنغطيو بها الفوق. هانتوما معايا وغتشوفوا زعما كيفاش غنديرهم. صراحه الله هاد الخبز اش غنقول لكم كتجي بنينه و هكا لذيذه، ما كتشبهش البطبوط. يعني لا تقولوا زعما بحال البطبوط ولا شي حاجه، ما كتشبهش البطبوط. فيها واحد البنه زوينه وسهله وغتعجبكم. المهم هانتوما معايا. فاول حاجه انا خديت الكره ديك الكبيره غنقرصها مزيان تقريبا حتى يبان ليا السمك ديالها واحد 5 ملم، يعني نص سنتي، باش ما تنفخش لينا وتجي هكا غليظه بزاف وهي في الفران. صافي هنا من بعد ما ورقتها صافي غنجيبو ديك الحشوه ديالنا. اهم حاجه كما قلت لكم ما يكونش فيها الماء، حتى الا شفتوها طلقات شويه الماء عصروها. اهم حاجه باش ما تعجنش لينا العجينه. صافي غنبداو نحطو، انا كنحط العماره كنوريك عليها باش تبقى ثابته في العجينه. هاكا كتوركي وكتحطي كنخليو تقريبا القياس ديال واحد سنتيم بحال هكاك اولا سنتيم ونص اللي كنخليوه خاوي. هانتوما غتعرفوا علاش في الاخر. صافي هنا كنولي نجيب داك اللوز اللي مقلي كنزين به من الفوق، وكذلك غنجيبو البيض اللي كنسلق حتى هو غنقطعوه هكا
وهاد الجوج كيبقاو اختياريين، يعني كانوا متوفرين عندكم تبارك الله ما كانوش ماشي مشكل، يعني ما تكلفوش على راسكم بزاف، كيما قلت لكم أنا كنعطيكم الأساسيات وأنتم ديروا اللي يعجبكم. صافي هنا من بعد ما غنقطع داك البيض كامل غنولي ناخد ديك الكرة الصغيرة اللي بقات، صافي هنا غناخد ديك العجينة التانية اللي أولا ديك الكرسة التانية اللي كنت حطيت اللي هي الصغيرة غنقرصها مزيان حتى هي، غنولي ناخدها ونحطها فوق هادي، غتجي شوية صغار منها وهذا هو المضمون، وعاد غنوريكم كيفاش غنجمعوها وغنبداو نتنيو ديك العجينة التحتانية غنبداو نتنيوها فوق الفوقانية وحنا كنسدو وكنضغطو عليها بهاد الشكل اللي غتشوفوه معايا. نتمنى يكون الفيديو واضح، وإلا ما كانش واضح تقدروا تقولوها ليا نحط لكم فيديو توضيحي أكتر، أولا تقدروا يعني تاخدوها كاملة تضغطوها لداخل، أهم حاجة تكون المهم مسدودة العجينة مزيان حيت غنقلبوها وما نبغيوش داك العمارة تخرج. شوفوا هنايا يعني في هاد المرحلة هادي راه ولات كتبان ليكم مزيان كيفاش دايرة. صافي من بعد ما غنكملها كاملة كيما قلت لكم غنجيب واحد صينية ديال الفران، أنا غنستعمل مقلة ثقيلة قلبتها فيها، غنجيب عود نتك بيه العجينة هكا غير باش ما تنفخش ليا والعجينة كذلك ما ديرش البابة غليظة بزاف. صافي غنولي ندخلوها الفران تطيب مزيان من التحت، عاد نهبطوها لتحت ونخليوها طيب من الفوق. هذا هو الشكل ديالها تبارك الله كيفاش كتجي، وانتم غتشوفوا معايا الداخل ديالها كي كتجي العجينة مفشفشة ورطبة بزاف طايبة مزيان، الحشوة حتى هي طايبة. بهاد الطريقة هادي تقدروا هاكا ديروها للوليدات، ديروها هاكا للفطور ديال رمضان، ديروها كسكروط، ديروها وقت اللي بغيتو، الا جربتوها غدامنوا عليها وغتولي من الحوايج المفضلين عندكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. كيف ديما الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الحباب. شوف معايا هنا العجينه شحال كانت رقيقه، يعني ما خامراش بزاف في نفس الوقت مفشفشه، ماشي زعما مدقصه ولا شي حاجه، كتجي مفشفشه من الداخل ورطبه بزاف كاع. هنا غنحل معاكم باش تشوفوا الحشوه الداخل ديالها كي كتكون طيبه. كما قلت لكم تقدروا تزيدوا عليها الكبده اولا الكلوه حتى هي كتعطي واحد البنه زوينه. وكان هذا هو الفيديو، تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.